Wind is one of the most important factors that architects and engineers must consider when designing tall buildings. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وصلنا لاخر مثال في الامثله اللي احنا بنطبقها على احمال الويند على المباني. احنا كل الامثله اللي فاتت وكل الشرح اللي احنا شرحناه اللي فات ده كله على المباني. ان شاء الله ابتداء بقى من المحاضره الجايه نبتدي ناخد بقى احمال الرياح على المنشآت. هو الكونسبت بتاع الاحمال او حساب الويند بريشر هو كونسبت ثابت ملوش علاقه زي ما قلت لكده. هو تطبيق مباشر لمعادلة برنول. لكن بيختلف الشكل الهندسي، وبالتالي زي ما احنا ما شفنا الشكل الهندسي بيفرق كتير في توزيع أحمال الويند، وده الفاكتور الأساسي منها اللي هو السي اي اللي احنا أغلبية الأمثلة احنا بناخدها عشان نفهم تطبيق الفاكتور بتاع السي اي ده ازاي بيوزع الويند بريشر على المبنى. طبعا احنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت دي لو تفتكروا ان احنا المنشآت المختلفة عندنا سطح مثلا مبنى والسطح بتاعه فلات روف، او المبنى بتاع مثلا عنده من سلوب روف بالمنظر ده مثلا في الاتجاه اللي هو النيجاتيف او الاتجاه البوزيتيف. ولو احنا عندنا يعني مثلا احنا خدنا في الاول ان هو لو عندك بوزيتيف، وخدنا لو انت عندك مالتيبل، وخدنا لو انت مثلا عندك في الاتجاه التاني بالمنظر ده، وخدنا لو انت عندك كمان ايه مالتيبل، وخدنا المحاضرة اللي فاتت لو انت عندك حاجة كده ايه دبل ايه سلوب روف. طب احنا النهارده هناخد ايه؟ هناخد لا بقى لو عندك ايه مالتيبل دبل روف. طيب انا زي نفس الاكزامبل بتاع المحاضرة اللي فاتت. عندنا الشلتر ديت هي سيمتريك، الاسبان بتاعها 20 متر، تمام، والهايت بتاعك كام؟ 9 متر. طيب هي لو احنا بنتكلم هنا نص الشلتر كام؟ قلنا 10 متر، والسلوب بتاعها 1 ل10، فطبعا ده يعني ايه المسافة دي اللي هي المسافة الفيرتيكال دي هتبقى كام؟ 1 متر. كويس. طيب يبقى الارتفاع ده كله كام؟ بنتكلم ده كده 1 متر بلس 9 متر يعني 10 متر. تمام. طيب احنا قلنا ان هي ديت هي كلوزد، هي متقفله. تمام. قلنا بقى خلاص يعني هي الارتفاع بتاعها من 9 ل 10 عشان التوتال هايت بتاعك عند الريدج ده 10 متر. تمام. هي اللوكيشن بتاعها فين؟ في مرسى مطروح. وقلنا مرسى مطروح دي معناها ان سرعه الرياح موجوده فيها كام؟ 42 متر بير سكند. والاكسبوجر كاتيجوري بتاعها ايه؟ لان هي على سطح البحر مفيش حاجه بتعوق حركه الرياح. تمام. وقلنا كلوزد بيلدينج معناها مفيش ايه انترنال بريشر. طيب هنعمل ايه؟ هنعوض تعويض مباشر. ادي المعادله الاساسيه بتاعت مين ويند بريشر. قلنا الفاكتور بتاع السي تي والسي اس دول هتلاقي بواحد وواحد. اوكي. هيبقى لنا ايه؟ نص رو، دول كونستانت. كونستانت الرو ده بتاعتنا هي برضو 1.4 كيلو جرام بر متر كيوب. الفي سكوير اللي هي ب 42 متر بير سكند دي سكوير. هنعوض تعويض مباشر هيطلع لك كام؟ 1.1. اوكي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ خلاص فاضل 2 فاكتورز. المفروض ان انت في الاخر الكيو بتاعتك دي اللي انت حسبتها تعمل بيها ايه؟ هتيجي هنا في المعادله دي. تمام. تعوض بالكيو اللي انت حسبتها. وفاضل 2 فاكتورز، الفاكتورز بتاع السي اللي بيعتمد على الشكل الهندسي، والكي بيعتمد على الارتفاع. طبعا هي الشلتر بتاعتنا بنتكلم 10 متر. تمام. الشلتر بتاعتنا بنتكلم هي 10 متر، ارتفاع 10 متر. فبالتالي اساسا احنا الاكسبوجر كاتيجوري بتاعنا هنا، وبالتالي احنا بنتكلم الاكسبوجر كاتيجوري بتاعنا ايه، والكي بتاعتنا كام؟ 1. اوكي. يبقى انا دلوقتي هنا لو انا بعوض تعويض مباشر تمام بالمنظر ده، يبقى انا بقول عندي هنا مثلا هاجي اقول والله في الحته الفاضيه دي احنا بنقول ان البي اي بتاعتنا بتساوي السي اي في كي في كيو. اوكي. كيو احنا قلنا يعتبر 1.1. السي اي هي اللي بتختلف، الكي بكام؟ ب1. يبقى انا هضرب الفاكتور بتاع السي اي في 1.1 بكام بقى؟ قلنا في الويند وورد السي اي بتاعتنا بكام؟ ب.8 بوزيتيف 0.8. طب الويند وورد ده فين؟ الويند وورد ده هو السطح المقابل للويند اللي هو ده. طيب اللي وورد السطح التاني
اللي زيه بس الناحيه التانيه. تمام، ده اللي وورد اللي هنا الفاكتور بتاعنا هتلاقيه هنا ب 0.8 بوزيتيف، وفي اللي وورد السي اي بتاعتنا بنيجاتيف 0.5 ايه اللي هي سكشن. كويس. طيب هنيجي بعد كده، يبقى احنا كده خلاص. طيب الروف بتاعنا قلنا خلاص انت عندك بتحسب التان الفا اللي هي كام؟ 1/10. عندك التان الفا هنا بكام؟ 1/10. 1/10. 1/10 ده يعني معناه ان هي عليها ايه؟ سكشن. تمام، فعليها سكشن ده هتلاقيها نفس القيمة بتاعت مين؟ نفس القيمة بتاعت دي كده مثلا، ده الويند وورد هي نفس القيمة بتاعت الروف، الاتنين نفس الايه؟ القيمة. بس الفرق ايه؟ الفرق ان ديت هتبقى بريشر، الفرق بتاعت ديت ان دي هتبقى عليها سكشن. طيب الجزء بقى اللي احنا بصينا هنا هو ده الشكل المختلف لما يكون عندك مالتيبل دبل سلوب روف. هتلاقي اللي هو الجزء الاولاني انت بتحسب ده عادي، بتحسب السلوب بتاع التان الفا، وبعد كده بالنقطه بتاعت الريدج ديت اللي هي اعلى قمه في الروف لغايه كله بقى كده نيجاتيف 0.5 ثابته، فهتحسب مره واحده وهتطبقها في كله. فانا لو حسبت ديت نيجاتيف 0.5 هتديني كام؟ نيجاتيف 0.5 ايه 6، اللي هي جايه منين؟ اللي انت ضربت 1/10 في الكي بتاعتك اللي هي بواحد في 0.5، يعني تقريبا تديك نص قيمة القيمة ديت، فهي طلعت كام؟ نيجاتيف 0.5 ايه 6. دي هتبقى على ايه؟ هتبقى على كل ايه؟ الروف اللي هو بداية من اول هنا لغاية وانت مكمل. طلعوا بقى التيبيكال دول 5 6 10 20 هي ثابتة عليهم، يبقى الروف ده كله عليه ايه؟ عليه قيمة ثابتة. طبعا طب ليه هنا اعلى من بقية الروف؟ عشان انت اول مقابله للويند هنا بيحصل السيبريشن دي، سيبريشن بوينت سيبريشن زون اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، وبيحصل كميه فورتكس هنا اكتر بكتير من بعد كده. تمام. طيب نفس الكلام اللي وورد هتبقى نفس الفاكتور، فانت خلاص هي هتبقى نفس القيمه دي نيجاتيف 0.5. تمام، هتعوض بيها هتديك نفس ايه القيمه ديت اللي هي 0.5 ايه 6، وبالتالي احنا جبنا ايه؟ توزيعة الويند بريشر على المنشأ. طب نلاحظ حاجة، العمود اللي في النص ده معلوش أي حاجة. طب يعني ليه معلوش أي حاجة؟ لأن هو في الآخر احنا قلنا إن هي كلوزد، فكلوزد ده هو مش متعرض لأي إيه؟ ويند بريشر. وده اللي نلاحظه بقى إن أنت مثلا لو أنت في الآخر لو البتاع دي كلها كلوزد، تمام، فبالتالي اللي هيبقى عليهم هو الإكسترنال فقط لا غير. كل العمدان اللي هتبقى في النص ديت هي معلهاش أي إيه؟ حاجة، معلهاش يعني مش هتأثر عليها أي إيه؟ ويند لود. فتخلي بالك وانت بتدخل ايه الاحمال. طب انت دلوقتي لو عندك مثلا حاجه هنا مثلا شباك او باب او حاجه مفتوحه هنا، لا هتكونسيدر ان ده عليه ايه؟ internal pressure. ونفس الكلام لو انت عندك حاجه هنا ده مفتوح وده مقفول، خلاص يبقى تعتبر ان فيه هنا ايه؟ internal pressure. يبقى انت الجزء ده كله تمام، لو هو كلوز يبقى الانترنال الكولومز دي معلهاش اي حاجه، لكن او ساعتها ممكن تبقى فيه internal walls اي حاجه، تمام، مش هيبقى على حاجه. لكن لو في فتحات او في حاجات هتاخد معاك الايه؟ اعتبار الانترنال بريشر. وبكده نكون وصلنا للاخر اكزامبل كده، ان شاء الله تكون الدنيا تمام في الويند. ولو الدنيا مش واضحه برضو ايه، احنا مكملين مع بعض. وبرضو لو حد عنده استفسار ممكن نتواصل معايا على طول دايركت على الواتساب او اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. ان شاء الله بعد كده هنبتدي ايه البلان بتاعتنا. البلان ان احنا نبتدي ناخد بقى ايه امثله تانية على المنشآت بقى. طب المنشآت دي عباره عن ايه؟ ممكن تكون المنشآت دي اللي هي الساينج، اللي هو الاعلانات اللي احنا بنشوفها والاشارات والكلام ده كله. الويند هل بيفرق عليها ولا لا؟ اللي تشمني، الدومز، الارشات، التراسز، الاوبن فريمز، كل الحاجات ديت ان شاء الله هنبتدي ناخدها بالتفصيل، بحيث ان ايه إن لو اي حاجه من الحاجات دي قابلتنا خلاص بنبقى عرفنا الكونسبت. خلاص هو كونسبت واحد في وين، وهنبتدي نشوف بقى الابلكيشن بتاعه او الاساينمنت بتاعه كويند على المنشآت دي عامل ازاي. ان شاء الله اشوفكم في الحلقات الجايه ان شاء الله، ورب دايما تكونوا بخير.